مساء الخير على احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى جايه لكم بشقه جديده كده في الاسكان الاجتماعي بعد التشطيب. الشقه دي يا جماعه متفوره بالكامل، من سيراميك لنقاشه لسباكه لكهرباء لكل حاجه. انا قلت اديكم افكار من الشقه دي يا جماعه. دي اللي هي النموذج التاني اللي بيكون الريسبشن، قطعة واحدة من الجهتين، عاملين فيها زي ما انتوا شايفين كده ريد بروفايل ونجف، وعاملين إضاءات حلوة، وعاملين سبوتات كده شكلها جميل، وعاملين اللي هو الديكورات الخشبية دي اللي طالعة ترند وموضة. عاملين فيها أفكار حلوة. دي تشطيب يا جماعة المهندس ياسر فتحي، ورقمه على الشاشة. هو اللي بيشطب الشقق دي بتاعة الإسكان الاجتماعي، أغلبية التشطيب يعني. هو عامل ديكورات حلوة ومغير في سيراميك الأرضيات كلها، وعامل ألوان كده فاتحة شكلها جميل، وعامل في الحيطة اللي جنب البلكونة دي كده وحدة ديكورية شكلها جميل بالخشب، ووحدة تاني كده شبه الجرانيت كده شكلها جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ومركب كده تكييف على الحيطة اللي في الوجهة التانية من البلكونة، وعامل كده بانوهات شكلها جميل جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين. وعامل حاجات حلوة قوي وإضاءات جميلة قوي قوي في الريسبشن، ومدي وسع كمان. النموذج ده بيكون الريسبشن أكبر من النموذج الأولاني اللي احنا فيه، بتكون مساحته أكبر. وهنا كده موسع بقى الطرقة زي ما انتوا شايفين، فعامل كده ديكور جميل قوي في الحيطة دي شكلها جميل جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة المهندس ياسر فتحي بيشطب تشطيبات جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وعامل في الطرقة ألوان فاتحة، وعامل برضو سيراميك، مغير كل سيراميك الشقة زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. كل حاجة في الشقة دي متغيرة. وعامل ليد بروفايل كده فوق شكله جميل جدا، ومدي إضاءة حلوة قوي قوي، وعامل سبوتات، فمدية شكل كده ديكوري جميل في الطرقة زي ما انتوا شايفين كده. فبجد تشطيباته جميلة جدا. وعامل ديكورات حلوة قوي في الشقة دي يا جماعة. هي متغير فيها كل حاجة، السيراميك والسباكة زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجة متغيرة في الشقة دي يا جماعة. هنا كده شايلين باب المطبخ، هما مش فاتحين المطبخ امريكان ولا حاجة، ومغيرين بقى فيه سيراميك الحوائط والارضيات، وضايفين بقى المطبخ ده بيبقى فيه البلكونة زي ما انتوا عارفين النموذج ده، فهم ضايفين كده البلكونة على المطبخ، فمدية وسع حلو علشان يحطوا بقى البوتاجاز والغسالة والتلاجة والسخان. وعاملين شفاط كده عند الشباك زي ما انتوا شايفين، فمقفلين بقى الحتة كلها بسيراميك، فمدية وسع كده في المطبخ. وعامل كده شبابيك تقفيلات طبعا علشان ما تضرش الواجهة، عشان ما يخالفش الاسكان الاجتماعي زي ما انتوا عارفين طبعا. فادت وسع كده في المطبخ زي ما انتوا شايفين. وعامل كده اضاءات حلوة برضه في المطبخ. من اجمل يا جماعة التشطيبات بتاعت شقق الاسكان الاجتماعي في النموذج اللي هو التاني ده زي ما انتوا شايفين. هنا التويلت متغير بالكامل برضو، متغير فيه السيراميك الارضيات الحوائط القاعدة الحوض، كل حاجة متغيرة فيها يا جماعة. وشالوا البانيو القدم ولغوه خالص، وعاملين كده شاور حلو قوي شكله جميل زي ما انتوا شايفين، ودش كده شكله جميل، ومغيرين كل حاجة. وعامل ألوان كده جميلة في السيراميك. بصراحة اللهم بارك، الشقة دي يا جماعة فيها أفكار حلوة، وهتطلعوا منها بأفكار حلوة للي واخد في النموذج ده. دي أول غرفة كده، غرفة الأطفال، وحاطين برضو فيها تكييف، وعاملين كده سلك برضو للشبابيك زي ما انتوا شايفين، وعاملين كده ألوان هادية وحلوة. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. والغرفة دي تاني غرفة هتبقى غرفة النوم الرئيسية زي ما انتوا شايفين كده. برضو متغير فيها كل حاجة، السيراميك والنقاشة، وعاملين فيها ديكورات برضو بسيطة. الغرفة التالتة دي هتبقى غرفة الليفينج، برضو حاطين فيها تكييف، وعاملين برضو فيها إضاءات كده شكلها جميل. فالشقة دي يا جماعة فيها شوية تشطيبات حلوة قوي، هتطلعوا منها بأفكار حلوة. اللي مش بيحب بقى يفتح المطبخ بتاعه أمريكان على الريسبشن أو على الطرقة،
فده كده المطبخ متقفل، ودي كده الطرقة من وجهة تانية زي ما انتوا شايفين. فهو عامل وسع كده في الطرقة، وعامل فيها ليد بروفايل، فشكله جميل جدا. تسلم ايدك يا باشمهندس. فطبعا تشطيبات جميلة وذوقها حلو وراقي. طبعا ايه، كل واحد بقى بيشطب حسب ذوقه وحسب امكانياته وحسب ظروفه. انا مجرد بس بديكوا افكار كده لتشطيب شقق الاسكان الاجتماعي تستفيدوا منها، من توضيب وتشطيب وفرش وكده. فبصراحة يعني ايه، من اجمل التشطيبات اللي بيعملها الباشمهندس ياسر فتحي في اغلبية شقق الاسكان الاجتماعي. بصراحة تشطيبات جميلة جدا. وبيعمل لك بقى الالوان اللي انت عاوزاها والديكورات اللي انت عاوزاها حسب بقى ايه الامكانيات بتاعتك والظروف بتاعتك. فبتعملي بقى ايه اللي يتناسب مع امكانياتك. هنا صاحب الشقة بصراحة مفور الشقة كلها بقى، من سيراميك لسباكة لنقاشة لكل حاجة. فما خلاش فيها حاجة بصراحة، عمل كل حاجة فيها. انتوا عارفين ساعات ان شقق الاسكان الاجتماعي بتبقى في نماذج تشطيبها كويس، وفي نماذج تشطيبها مش قد كده. مش كل الشركات يا جماعة زي بعض. فكل واحد بقى بياخد شقته بيشطب بقى. في ناس بتاخد الشقة بتوضب حاجات بسيطة وتقعد، في ناس بتقعد على كده. بس أهم حاجة يا جماعة إن انتوا لما تستلموا الشقة بتاعتكم تشيكوا على السباكة وعلى السيراميك إنه يتسقي، لأن السيراميك بيبقى شوية مش مسقي كويس يعني، وبيبقى تحتيه فراغات. فأهم حاجة إن احنا نشيك على السباكة، نجيب سباك نشيك على السباكة بتاعتنا على السيراميك وكده. بعد كده بقى لو في إمكانية وهتعملوا نقاش اعملوا. كل واحد بقى بيعمل حسب بقى الإمكانيات المتاحة عنده. أنا مجرد بديكوا كده أفكار إن انتوا تقدروا تعملوها في الشقق بتاعتكم. وكل واحد بقى بيعمل حسب ايه اللي هو بيحبه وحسب الذوق بتاعه وحسب إمكانياته. طبعا يا جماعة أنا مجرد بس أتمنى تدعموني باللايك والشير. بحبكم جدا يا أجمل متابعين في الدنيا.